السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بسكوت النشادر. يحيى قول للمتابعين كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. احنا بنعمل بسكوت النشادر. قول لهم. بنعمل بسكوت النشادر. طيب المقادير البسكوت النشادر ويطلع معاكي ناجح جدا. انا معايا كوبايتين سمنة تكوني معايراهم ومدخلاهم التلاجة يعني يسقعوا، ومعايا 4 بيض، ومعايا يعني نص كوبايه لبن دافي، وكوبايتين سكر بودر، وكيلو دقيق طبعا يكون لجميع الاغراض، مش بالمخبوزات عشان ما يعملش عرق، لان دي حاجات نواعم العيد، يكون دقيق مضمون يعني. ومعايا فانيليا، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا نشادر. هننخل الدقيق ونرجع تاني مع بعض نشوف هنكمل بسكوت النشادر ازاي. انا كده نخلت دقيق وحطيت عليه المواد الجافه زي معلقه النشا وذره الملح. انا مسقعه السمنه، هنزلها في العجان اهو. هنزلها وارجع لكم. بتتعمل ازاي؟ انا كده حطيت السمنه، لازم اضربها شويه عشان تتحول لكريمي، هو ده نجاح البسكوت. وبعد كده هنزل على السمنه بايه لما تطرى شويه؟ بالسكر، كوبايتين السكر البودره المنخولين برضو، عشان ساعات السكر بيبقى فيه تكتلات، ده ما بينجحش الوصفه. نعم يا حبيبي. طب تعال روح بص من هناك. انا ما شفت. هحط السكر وارجع تاني. مش بتصوري صح كده؟ انا هنا ضربت السمنه لما اتحولت للكريمي كده، محضره ايه 4 بيضات معاهم الفانيليا بتاعتهم. هنزل بالبيض بيضه بيضه، ومعايا نص كوبايه لبن، حطيت عليها معلقه نشادر، واللبن يكون دافي، ده في الاخر مع اما الم عجينه البسكوت. بسكوت العيد يا جماعه يحيى بس بيضيف الاضافات. انا هنزل بالبيض بيضه بيضه، ما ينزلش بالبيض مره واحده. واضرب وبيضة اتنين. الفانيليا، انزل بالفانيليا، ما دام نزلت بالبيض انزل بالفانيليا. هنضرب كله ونرجع تاني مع حضراتكم. بندق انت بتعمل ايه؟ السمنه اتحولت مع البيض مع الفانيليا، الكريمي ده اللي انا عاوزاه. هنزل بايه؟ بالدقيق. هننزل بالدقيق واحده واحده. انا يعمل الدقيق. لا هيتدلق منك يا دود. استنى، احنا هنجيب معلقه وننزل الدقيق، او نجيب العجان كده. استنى بحب انا يا نص. حاضر حاضر، اصل هشيل المضرب واخلي تملي لما اجي اعمل نواعم العيد ما احطش الكيلو كله، هشوف هو يعمل ايه. انا هشيل ده خلاص. نقفل دلوقتي ونرجع تاني مع بعض. خد انت شايفه تخلعيها لي بسكوت. انا عامل حلوة على كمان. حطينا المكنه، ويحيى ما شاء الله عليه هو اللي بيدور المكنه لمامته، وبنقطع البسكوت ومولعين الفرن. عملنا معاكم وصفه البسكوت، هيستوي وريهولكم شكله تحفه، والنقشه ما راحتش ولا حاجه. امشي على المقادير والطريقه اللي انا قلتها لك، هتطلعي احلى بسكوت. خلاص كده خلصنا البسكوت. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. كل سنه وانتم طيبين، وانتظروني في باقي نواعم العيد. استغرب